انا هقطع علاقتي بكل صحابي عشان انتقدت. هو ده صح ولا غلط؟ خليني اقولك على حاجة سريعة كده، على حسب الصحاب اللي انتي عايزة تقطعي علاقتك بيهم. في بنات بتكون لسه واخدها بقى الحماس بتاع البدايات، فلما بتنتقب وهي اصلا كانت في الاساس عادي سواء بشعرها او بحجاب عادي، فتبدا ان هي لا 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 انا مش هعرف غير كل صحابي منتقبات علشان يساعدوني على الطاعه وعلشان نبقى كويسين، فانا هعمل اسلوب كده واقفل الباب مع كل صحابي القدام ومش هعرفهم تاني. طب ليه هم عملوا لك ايه؟ يعني ايه الحاجه اللي هم عملوها لك خلتك واخده القرار ده؟ هل اذوكي؟ هل ضايقوكي؟ هل اتريقوا عليكي؟ هل تنمروا عليكي؟ هل قالوا لك اقلعي النقاب؟ ما حبوش يصاحبوكي؟ ايا كان من ده، عملوا لك ايه؟ حلو ان احنا نكون حوالينا ناس ملتزمه وزينا وشبهنا ويعينونا على الطاعه ويعينونا على المرحله اللي احنا داخلينها. بس هل انت فاكره لما تقطعي صحابك دي حاجه ايجابيه؟ على فكره ممكن تكون سلبيه اكتر ما هي ايجابيه. لما تحسي ان انت لوحدك كنت مع صحابك، تلاقي حد تتكلمي معاه، تلاقي حد تهزري معاه، تلاقي حد تضحكي معاه، دخلتي مرحله جديده محتاجه ان حد يعينك فيها على الاقل نفسيا، فجاه قطعتي الناس كلها او قطعتي الناس اللي هم القريبين منك. مش هنضحك على بعض، احنا صحابنا يا جماعه كتير مننا بيكون صحابنا اقرب لنا من اهالينا واخواتنا وقرايبنا. فان انا اقطع نفسي كده عن صحابي واقول لا علشان داخله مرحله جديده ولازم كله يبقى جديد في جديد، ده مش عقل. امتى انا انصحك انك تسيبي الشله دي او الاصحاب دي؟ هقولك، لو كنتي انتي معاهم مش حاسه ان انتي تقدري تطيعي الله، لو كانوا كل ما يشوفوكي بيضايقوكي ويتنمروا عليكي وبيحسوكي ان انتي تقلعي النقاب وممكن فعلا تضعفي وواحده واحده تقلعي النقاب، لو كنتي في صحبه غير صالحه وبيجبروكي ترجعي وتتجرجري لاي معصيه كنتي بتعمليها، يجبروكي تسمعي اغاني مثلا ويقعدوكي معاهم وانت تسمعي اغاني، مش مثلا هما بيسمعوا بس انت لما تقعدي مثلا احتراما ليكي خلاص يقفلوها، او لو حتى هما بيسمعوا انت قلت لهم يقفلوها، لا بيجبروكي انك تسمعيها. لو كانوا شله غير صالحه بمعنى الكلمه، لو كانوا بيحاولوا ياثروا عليكي في المرحله بتاعتك دي ويحسسوكي قد ايه انت مظلومه يا عيني وقد ايه انت سيئه ووحشه ومش هتنفعي في المرحله دي والنقاب سيء والنقاب وحش، لا هقول لك ساعتها ايه، مش هقول لك قاطعيهم برضو، خدي وقت يمكن ربنا يصلحهم على ايدك، خدي وقت بعيد عنهم شويه على قد لو معاكي في دروس، لو معاكي في جامعه وخلاص ما تحتكيش قوي. فكره التلاجة دي حرام، الاباجوره دي حرام، فكره التلاتة يشتغلونها دي مش حلوه خالص. جربت انا اول ما انتقبت كان عندي شله كانوا دايما واحنا قاعدين بس للاسف هم يعني ايه كانوا اوفر شويه، يعني مش اغاني بس لا حاجات اكبر شويه يعني لان هم كانوا برضو في ليفل مش عارفه ليه بيرتبط دايما الليفل المعيشي والمستوى العالي بالقلع، كل ما كنا اغنى ومعانا فلوس اكتر والليفل بتاعنا هاي ليفل، فاحنا مش مستوانا ان احنا نغطي جسمنا. فكنت وقعت في الفخ ده، بس الحمد لله رب العالمين هم خلاص هم عارفين انا مش سهل حد ياثر عليا، فكانوا هم عارفين رانا مش هتنساق ورانا واحنا كويسين مع بعض، احنا حابين بعض، فوقفتهم عند حدهم، وقفت نفسي عند حدي، وكملنا لحد دلوقتي صحاب. هم ما انتقبوش ولا اختمروا، هم لسه زي ما هم بالحجاب بتاعهم اللي في منهم بشعرهم، وانا ما قلعتوش. فالفكره هنا ما تخليش نفسك عرضه ان انت تكوني بتساقي وان انت تخسري الناس اللي حواليكي علشان حاجات ممكن تتحل، وتقدري ان انت تكوني شبكة علاقاتك، تحتفظي بأصحابك الكويسين منهم، تحاولي تأثري بالإيجاب على اللي ربنا لسه ما هداهاش. ففكري بس قبل ما تعملي عداوات ما بينك وما بين الناس اللي حواليكي، علشان ما تحسيش مرة واحدة كده ان انت خسرتي كل حاجة وتبدأي تتنازلي وترجعي واحدة واحدة من الزهق مش من حاجة تانية.